الحلقة الرابعة في بودكاست مع نفسي. يلا بيا افضفض معايا شوية. اعزائي المشاهدين، ازيكم عاملين ايه؟ خلونا نرحب مع بعض بالاستاذة جهاد عادل. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. خلينا ندخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش على المشاهدين. بصراحة انا كنت هتكلم معاكي النهاردة عن العلاقات الزوجية، بس حاسة ان المنطقة دي مليانة شوك شوية، فقلت خلينا في اللطافة واحباب الله احسن. خلينا ناكل عيش وملناش دعوة بشركائنا في الكوكب. وبعدين مش لازم يعني نعدل على تربية غيرنا، وخلينا نفلح في شيلتنا احنا. يعني ليه نشغل بالنا اننا نغير زوج ولا راجل ملو هدومه لما عندنا رجالة كتاكيت صغيرين لسه بنربيهم، ممكن نحط فيهم طاقتنا يعني، ونزرع فيهم الرجولة من صغرهم. وبدل ما نبكي على الأطلال نقوم نبني أبطال بدل بعض العاهات وأشباه الرجال الموجودين للأسف. كلام جميل. طيب ادينا بعض النصائح اللي ممكن تفيد الأم اللي عندها صبيان في تربيتها، وازاي تربي طفل يطلع راجل. في حكمة بتقول السعيد من وعظ بغيره. يعني من رأيي إننا نشوف السلبيات اللي موجودة في بعض رجال المجتمع واللي بتسبب في خراب الأسر. يعني كتير من الزوجات مشكلتها الأساسية إن الزوج مش متحمل مسؤولية الإنفاق، وبتضطر تنزل تتشحطط في الشغل عشان تصرف. طيب أنا إزاي أربي طفل مسؤول؟ أنا مفروض بمجرد ما الطفل يوعى أبدأ أديله مهمة على قد سنه. يعني بتبدأ من أول شيل ألعابك أول لما تخلص، ودي مسؤوليتك. شيل كيسة حتى لو فيها ليمونية وانتي نازلة مشوار، ساعدني وشيل معايا، انت راجل ودي مسؤوليتك لحد ما نوصل. أو مثلا داخلين ماركت، كل مرة هو عارف ان تخصصه هيجيب الرز، خلاص كل مرة قبل ما ندخل حمادة ما تنساش الرز. ده من وهو عنده 2 أو 3 سنين حسب استيعابه. برضو من الشكاوى المتكررة من الزوجات ما عندهوش مشاركة ولا تعاون، وسحلني طلبات في البيت ومش بيشيل كوباية فاضية. اهو ده اتربى على لا يا حبيبي ما تشيلش، تعالي شيلي من الاكل مطرح اخوكي اتغدى اعملي له كوباية الشاي بتاعته. مفروض زي ما بعلم البنت امور البيت نفس الشيء بالنسبة للولد. يعني خلصت اكل ودي طبقك المطبخ، شيل الكوباية مكانها، لم المناديل اللي جنبك واربيها في الباسكت. خلصت لعب لم ألعابك، تعالى ساعدني في كنس الأوضة واديله المكنسة الكهربائية يلوش بيها. مش مهم، أنا مش عايزاه يعمل المهم 10/10، أنا شغالة على عقله الباطن. وإن شاء الله نعمل سلسلة أنا عندي بطل لتربية الولاد، زي ما عملنا سلسلة أنا عندي بنوتة موجودة على القناة. شكرا ليكي، نورتينا واستفدنا من حضرتك جدا، وشكرا لحسن متابعتكم لينا. استنونا في الحلقة الجاية من بودكاست مع نفسي. مع السلامة.